سلام، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في ويد هند ويلبين. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي ندويو على واحد العنصر غذائي مهم بزاف واللي كيدخل في نجاح أي نظام غذائي نتوما بغيتو تتبعوه، فهو المعدن ديال الكالسيوم. غنهضروا عليه، وكاينين عناصر أخرى غذائية اللي مهمة خاصها تكون في أي نظام غذائي صحي. فالكالسيوم هو واحد المعدن اللي مهم بزاف للحفاظ على العظام والأسنان بشكل صحي وقوي، وكذلك كيساعد الأوعية الدموية والعضلات على العمل بشكل صحي، كيساعد في إطلاق الهرمونات والأنزيمات، وكذلك كيعاون الجهاز العصبي ديالنا على حمل الرسائل في جميع أنحاء الجسم، وكيساعدوا في التحكم في العناصر الغذائية المهمة بحال المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. فالكالسيوم صراحة كيدخل في جميع الوظائف ديال الجهاز المناعي باش يخلي الجسم ديالنا صحيح اكثر، هو العظام ديالنا. فالجسم اللي ما كيلقاش هذا المعدن عنده بكثره فكيمشي ياخذو لينا من العظام، لان العظام والاسنان فين كيتركز الكالسيوم، يخلي لينا العظام ديالنا كتفقد الكتله ديالها. وهذا الشيء اللي تنشوفوه الصراحه عند الناس اللي كبار في السن واللي كيكونوا عندهم هشاشه العظام وكيتهرسوا بسرعه. هنا أهم المصادر اللي فيهم الكالسيوم بشكل كبير، وهنا غادي يكون في القائمة الأولى هو حبوب السمسم، اللي إلا خدينا منه ربع كوب ديال السمسم ديال الزنجلان غادي نتحصلوا على 351 ملغ ديال الكالسيوم. كاين حتى السردين اللي حتى هو كيتعتبر مصدر غني بالكالسيوم. فالكميه اللي كيحتاجها الجسم من الكالسيوم كتختلف على حسب العمر والجنس، وكذلك الحاله ديال الانسان، واش مرضع او لا حامل. فهنا حطيت لكم قائمه ديال جميع الاعمار وشحال الكميه اللي منصوح بها. حاجه وحده بغيت نقولها للناس اللي عندهم امراض مزمنه بحال ضغط الدم والغده الدرقيه وكياخذوا ادويه وكياخذوا مكملات ديال الكالسيوم غذائيه، فيحاولوا يستشروا مع الطبيب ديالهم، لان المكملات الغذائيه ديال الكالسيوم كتبطل مفعول الادويه ديالكم، فضروري ما تحبسوا وحده فيهم باش تحصلوا على المفعول ديالها. الفيديو اللي جاي غندويو على البروتينات وعلى الفيتامينات وحتى على الالياف الغذائيه. فنتلاقاو فيديو اخر، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، خليو لي لايك كومنت هكا باش نعرف واش هذا المحتوى كيعجبكم ولا لا. خليتكم على خير، تهلاو في صحيحتكم والسلام عليكم.